السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخنا سكيتشن. هنعمل النهاردة فطاير بالجبنة، عجينة سهلة وناجحة من اول مرة. الفيديو اللي فات عملنا فطاير بدون عجن لو مكسلين او ما عندناش وقت، لكن النهاردة هنعجن ونملى البيت بركة ودفى. كل مرة بعمل فيها الفطاير دي بتطلع احلى من المرة اللي قبلها. كمان انا هنا هحشيها جبنة، طبعا زي ما انتوا حابين، ممكن فراخ، لحمة مفرومة. استخدموا الحشو المتاح بالنسبة لكم. كمان ممكن تعملوها فطاير حلوة وتحشوها نيوتيلا او لوتس او مربى او عجوة او حتى تمر، وهتطلع حلوة جدا معاكم. وممكن كمان تخزنوها في الفريزر بعد التسوية على طول وتطلعوها وقت الاستخدام. هشة وطرية ولذيذة وواخدة تسوية مظبوطة بالملي. يلا بينا نبدأ. المكونات كلها بالكوب وبالجرام موجودة في صندوق الوصف. في بولة العجن هضيف الدقيق، والدقيق اللي هستخدمه لازم يكون دقيق قوي. وهنزل على الدقيق بباقي المكونات الجافة. عندي لبن بودر وخميرة وملح وسكر. هقلب المكونات الجافة مع بعض، وهنزل عليهم بزيت ذرة، وممكن تستخدموا زيت زيتون. هبدأ أشغل العجان وهنزل بالمية الفترة واحدة واحدة. كل نوع دقيق مختلف عن النوع التاني، علشان كده كمية المية المستخدمة هتكون مختلفة. أنا هنا ضفت كوباية وربع من المية. لو هعجن بالعجان هعجن على سرعة متوسطة من حوالي 5 ل7 دقايق لحد ما اوصل للقوام المطلوب. أنا عايزة عجينة طيعة في ايديا لكن كمان ما بتلزقش. ولو هعجن بايديا هاخد حوالي ربع ساعة عجن. حتى لما بعجن بالعجان، لما العجينة تلم كده بحب اخدمها بايدي قبل ما اسيبها تخمر. هنزل بيها على الكاونتر واتني وافرد واتني كده كويس علشان العجينة ما تقولش علينا حاجة. بمجرد ما تبقى ناعمة كده دهنة زيت في البولة، وهلمها وهغطيها واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. وقت التخمير بيختلف من الصيف غير الشتاء، يعني من نص ساعة لساعة حسب اختلاف الجو. هنا كانت ضاعف حجمها. هاخدها قدامي وهقسمها قطع صغيرة بالنظر كده، احاول اخليهم قد بعض. للناس اللي بيحبوا الدقة، وزن القطعة تقريبا 80 جرام. العجينة عملت معايا 11 قطعة. هاخد قطعة قطعة والفها على نفسها وابرمها كويس بالشكل ده. هغطيهم وابدأ اشتغل بأول واحدة شكلتها. هتكون ارتاحت شوية ومش هتتعبني وانا بفردها. زي ما قلنا في اول الفيديو، الحشو اللي تفضلوه. انا هنا هحشي جبنة رومي وجبنة موتزاريلا. عادة بحشي بشيدر او فتة ملح خفيف مع بقدونس او سوسيس، لكن ما كانوش موجودين في الوقت ده. باخد اول قطعة شكلتها وببدأ افردها قدامي كده، وبحاول اخليها مستطيلة قدر الامكان، وبعدين بقلبها على الجهة التانية علشان الجزء الاملس يكون هو اللي برا. بالقطاعة بعمل فتحات في اطراف العجين كده اللي مش هضيف فيها الحشو، يعني تقريبا بعمل الفتحات في التلتين وبسيب التلت. بضيف الحشو وببدأ الف العجين على الحشو، وبتأكد ان الجوانب مقفولة كويس قوي، والاطراف في الاخر اقفلها كويس بالشكل ده كده. لو هضيف جبنة موتزاريلا هضغطها والف عليها العجين كويس زي ما انتوا شايفين كده. بمجرد ما بخلص بضيف الفطاير لصينية مفروشة بورقة خبز، وراعي ان يبقى فيه مسافة معقولة بين كل واحدة والتانية. هغطيها مرة كمان واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. وهنا كانت ارتفعت زي ما انا عايزة. نصيحة كمان، الخبز يبقى في صينية حوافها مرتفعة زي اللي قدامكوا دي. لو الارتفاع اقل من كده ممكن الوش يتحرق مني. عندي معلقة من الحليب هدهن بيها الوش قبل ما تدخل الفرن. هدخلها فرن ساخن مسبقا على حرارة 170 رف أوسط لمدة 20 دقيقة تقريبا. يفضل تتابعوا التسوية بنفسكم. جميلة أوي بجد. أول ما بتخرج من الفرن بكون مجهزة جنبي معلقة زبدة دايبة وبلمع الوش. الخطوة دي اختيارية لكن بتدي الفطاير لمعة وتطرية رهيبة يا جماعة. وفي اللحظة دي لازم نبقى مجهزين كوباية الشاي نشربها جنب الجمال ده. خفيفة وسهلة وفي منتهى الطراوة بدون تعب ومجهود. هفتح لكم واحدة تشوفوا من جوه عاملة ازاي. الجبنة دايبة جواها وهشة ومش مكتومة بعجينة اقتصادية زي ما احنا شايفين. هستناكم تجربوها وتوروني ابداعاتكم. ولو الفيديو عجبكم وشايفين ان المحتوى مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب،
وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد. اشوفكم على خير.